مصر مليانة بالحكايات التاريخية اللي بترويها الأماكن، والحكاية هنا بيرويها بيت الكرتلية أو متحف جير أندرسون أو بيت الجزار أو بيت أمنة، كلها أسماء لنفس المكان، حكاية بيتين جمعهم بيت واحد. المنزل الأثري ده موجود في 4 ميدان ابن طولون بحي السيدة زينب بالقاهرة، اللي وصلت شهرته للندن. ومن هنا بنبدأ الحكاية. قرر عبد القادر الحداد في عام 1540 إنه يبني بيت فوق الجبل في منطقة السيدة زينب، وهو جبل صغير اسمه جبل يشكر. وجامع ابن طولون برضه تم بناؤه فوق الجبل ده. وبعد كده تم بناء منزلين، منزل عبد القادر الحداد، وبعدها بما يقرب قرن تقريبا في عام 1642 بنى الحاج محمد الجزار بيت كبير وأجمل في المعمار والزخارف. والراجلين ما خطرش في بالهم أصلا إنهم بيبنوا أثر مهم هيدوم لقرون. ومع مرور السنين وفي بداية القرن 19 تم بيع بيت الجزار لسيدة من جزيرة كريت، وبيت الحداد لسيدة من الصعيد وهي أمنة بنت سالم. إلا إن الزمن أثر على جمال البيتين جدا واتهدم جزء كبير منهم، فالحكومة قررت إنها تزيلهم أثناء توسيع مسجد ابن طولون. لكن القدر كان ليه رأي تاني. ضابط وطبيب إنجليزي اسمه جير أندرسون كان بيمر قدام البيت دايما في شبابه، فبيشوف فتاة مصرية جميلة بتقف بالبرقع في المشربية، فبتجن جنونه ويقع في حبها، لكن في صمت تام ولم يفصح عنه. وبعد 29 سنة بعد ما تقاعد وفضل عايش في مصر، اللي قال في مذكراته اللي اتعرضت في متحف لندن بأنها أحب الأرض إلى نفسه. في عام 1935 سمع عن قرار الحكومة المصرية بهدم البيتين دول، فتقدم ليهم بعرض إنه يرمم البيتين ويسكن فيهم، وإنه هيمد البيتين دول بمجموعته الأثرية من التحف والآثار المختلفة من أنحاء العالم، ويكون البيت بعد وفاته متحف للتحف دي. وصرف أندرسون مبلغ كبير على ترميم البيتين على نفس طرازهم المعماري، ونقل فيهم كل القطع الأثرية اللي جمعها من جميع أنحاء العالم. وجير معاش لوحده، لكن كان معاه خادم عجوز، واللي هو كان بيخدم السيدة الكرتلية واسمه سليمان الكرتلي، وكان بيشتغل خادم لضريح سيدي هارون الحسيني. وكان الراجل العجوز ده بيحكي قصص كتيرة جدا ومثيرة، لكن أغلبها كان غير حقيقي. الموضوع ده أثار خيال جير جدا، فخلاه يألف كتاب وسماه أساطير بيت الكرتلية، وانتشر في لندن. والكتاب نجح نجاح كبير جدا بفضل الحكايات اللي معظمها من الخيال وبعض منها مقتبس من القرآن الكريم. وتوفى جير في عام 1945 بعد ما تنازل عن المنزل بمحتوياته لهيئة الآثار المصرية اللي حولته المتحف باسم متحف جير أندرسون. ومن الأساطير والحكايات اللي في المتحف حكاية البير، إن البير الموجود فيه لو نظر إليه أي عاشق ويتمنى رؤية محبوبه انعكست صورة الحبيب على مية البير. وبيتقال برضو عن البير إنه سكنه ملك من الجن مع بناته ال7، وإن في علاقة انتفاع بينه وبين صاحب البيت، إن صاحب البيت يحمي البير وفي المقابل هيمدهم بالكنوز من الذهب. والحقيقة إن شعبية البيت خارج مصر دفعت صناع أفلام جيمس بوند إلى تصوير جزء من فيلم الجاسوسة التي أحبتني في أحد قاعات البيت الشرقية. وبرضه اتصور في المتحف أفلام زي بين القصرين وقصر الشوق والسكرية وسعد اليتيم والحرافيش، وانطلق بين جدرانه صوت السندريلا وهي بتغني بانوا بانوا على أصلكوا بانوا، وبرضه صوت ألمظ وعبد الحمولي في الفيلم بتاعهم. وشهرته بقت كبيرة بتجذب كتير من الزوار من مختلف أنحاء العالم.